بورسعيد اليوم. مصداقية الخبر من قلب الحدث. The credibility of the news from the heart of the event. في المستشفى قلت له طب وانت قال لي انا معايا التليفون وتعالي وانا هديهولك وبتاع، تعالي عند المستشفى. قلت له طيب ليه الامير؟ فاخدت بعضي وايه لسه هروح المستشفى. قام احمد قال ايه هروح انا قبلك وما تجيش وخليكي وبتاع. قلت له لا حالي. فالمهم لبست بسرعه ازاي كده ورحت معاه على طول. ولما رحنا الاسعاف طبعا قعدنا ندور مش لاقيين. لما ما تلاقيتش بالاسعاف ففهمت يعني. لقيت رنيت على الراجل اللي رد عليا تاني على رقم محمد. فقام راجل رد عليا تاني وقال لي تعالي انا هنا، وقعد يقول لي لغايه ما اجى وقال لي ايه تعالي اوريكي محمد، واخدني ناحيه المشرحه. فقلت لمحمد لاحمد ايه انا مش هتنقل ولا خطوه واحده، اخوك الله يرحمه ومش هتنقل ولا خطوه معاك. قال لما انت تقول انا لله وانا اليه راجعون. لكن لما جيت امشي بعد محمد الله يرحمه بقت خطوتي بطيئه جدا. وقلت هو انا ايه يعني هو انا كنت بمشي بمحمد هو اللي كان بيخلي خطوتي ماشيه، وبقت خطوتي تقيله جدا على الارض. فين وفين يعني لما بدات يعني حبه استعيد شبه خطوتي. على ما جيت استعيد خطوتي كان بقى ظهري تعب، والحمد لله رب العالمين. وقلت طب ما هو حي يرزق ان شاء الله باذن الله، هو شهيد باذن الله باذن الرحمن. فكنت كل مثلا لما لساني اخذ على انه هو نقول له يا رب خليك ليا. فحتى دلوقتي لما اروح اقول له مثلا ربنا يخليه، الاول كنت اقولها وانهار من العياط. فبعد كده قلت طب ما هو عادي، طب ما هو حي، طب ما انا ادعي له زيه زي الاحياء، ما ربنا يخليه ليا ويبارك لي فيه ويبيض صورته وسيرته هو واخواته هو كل الشباب يا رب. اللهم بورسعيد اليوم. مصداقية الخبر من قلب الحدث.